السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هنايا جيت اليوم بهذه الوصفه جديده، غنديروا هاد البليغات هكا تيجيو على هذا الشكل، تيجيو زوينين وهشاشين ومنسمين بالقوام، تيكون في اي بيت. هانتوما معايا ان شاء الله غادي تشوفوا مقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا عندي في المقادير، هنا عندي زنجلان، عندي 250 غرام ربعه منقياه، المهم غاسلاه ومنقياه مزيان. هنا عندي 6 كيلو ديال الدقيق. هنا عندي 3 المعالق الزيت و3 المعالق الزبده دوبتها، المهم مزيان تتحيد منها الماء. هنايا صفار بيضه، معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه كبيره ديال القرفه، معلقه الخل وشويه الملحه. وهذا الكاس الكبير فيه الماء فيه كاس وربع ديال الماء بقياس كاس العنبه وشويه الماء باش نكملوا خماره. صافي هنا جبت القصريه فين غادي نخدم ان شاء الله. حطينا الزنجلان والدقيق، قلنا نص كيلو ديال الدقيق ممتاز، تيكون دقيق ديال الحلويات باش تيصدقوا لنا البليغات زوينين. صافي غادي نحرك على هذا الشكل، غادي نزيدوا النافع والقرفه مدقوقين مزيان وشويه الملحه. صافي غادي نحركوا الكل عاوتاني هكا على هذا الشكل، تنبقاو مستمرين. هنايا غادي نزيد الخماره، هنا غادي نزيد صفار بيضه، هنايا 3 المعالق قلنا ديال الزيت والزبده. هنا كما قلت لكم الزبده راه طيبتها مزيان تتحيد الماء اللي فيها، ومعلقه ديال الخل، معلقه كبيره. صافي غادي نرملوا هذا الشيء كله بداك البيضه اللي درنا وصفار بيضه والخل. انا نرمل كاع المقادير عاد نبدا نعجن بالمزهر. هانتوما على هذا الشكل غنبقى نزيدو غير شويه بشويه، وحنا تنزيدو غنكملوا المزهر كامل وعاد غادي نكملوا بالماء. انا الماء انتم غادي تشوفوا شحال غادي ندخل ديال الماء، ما غنديرش بزاف. المهم العجينه ما غاديش تجي قاصحه وما غاديش جاريه، غتجي ما بين وبين، تجي العجينه رطيبه شويه باش تساعدنا في الطليق. هانتوما غادي تشوفوا ان شاء الله معايا. صافي انا تنجمعها في هذا هانتوما هكا تجي على هذا الشكل. صافي غنجيب واحد البلاستيك غذائي وغادي نلويها فيه ونخليها ترتاحي واحد القسمين هكاك ولا ربع ساعه. صافي ها الماء اللي بقى لي على الكاس اللي قلت لكم، هانتوما راه دخلت فيه شويه الماء. هادو ما الطباعات اللي غادي نخدم بهم على شكل دائري. المهم كاين اللي كيخدم حتى بالشكل مربع على حسب كله باش بغى يخدم. انا غندير وحده في وسط وحده تيجيو شكل زوينين، تيجيو بحال البابيون. صافي غادي نجيب الدلاك ديالي هكا وغنبدا نطلق بلا الدقيق، غير بوحدها تنبدا نهزها ونعاود نرجعها باش تسرح معنا مزيان وتجي الورقه رقيقه. ضروري نرققوا العجينه. صافي غادي نبدا كنشكل فيهم، نبقى ندير الطابع الكبير والطابع اللي صغر منه. هانتوما راه تشوفوا الحجم كي داير، هذا الطابع اللي كبير شويه والاخر صغيور باش نديروا وحده في وسط وحده. هنايا تنبداو نهزو هكا وحده كبيره وحده صغيره، وهانتوما الصوره راه واضحه. تنبرك مزيان في الوسط وتنبداو نحلوها كجنيبات شويه. هانتوما تجي كي البابيو بليغات زوينين تيجيو على هذا الشكل. اللي بغى يدير غير ورقه واحده ماشي مشكل، انا عجبني هذا الشكل تنديرو هكا. هانتوما وتنبقاو غادي مستمرين. صافي هما تيجيو على هذا الشكل. من بعد ما ساليتهم تنخليهم على الاقل واحد الساعتين ديال الوقت باش يلاه تينشفوا مزيان معنا. هانتوما حتى اللون ديالهم تيتبدل. صافي دابا هنايا الزيت عندي راه سخنات، جربتها بواحد الوحيده راه هي صغيره، هي الاخريه بقات لي فاش كنت تنخدمهم. صافي المهم هكا تنبدا نلوح شويه بشويه. العافيه عندي متوسطه ما مجهداش باش ما يتخطفوش في القلي. صافي على هذا الشكل تنبداو نحركوا شويه بشويه. صافي حتى يتحمروا كنجيبوا هكا الصفايه وكنبداو نصفيهم من ديك الزيت. العسل هو راه حدايا راني صايبته وراه عندي في القناه.
صافي هكا كنمشيو تنبقاو هكا مستمرين. اللي حيدتو من الزيت تنديرو في العسل تنخليهم واحد المده في العسل، ضروري نخليهم شحال هما في العسل تيشربوا العسل على ما قلينا القليه الثانيه على داك الشكل بحال هكاك. وعاد ديك الساعه كنحيدوهم ونصفيوهم صافي. من بعد ما تيتسقطروا لنا من العسل تيجيو على هذا الشكل. كنتمنىكم ان شاء الله تجربوهم وراه تيجيو زوينين وبنينين. وما تنساونيش من اللايكات ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.